بعنوان مظاهر سطح وطننا العربي. يعني بيتكلم عن شكل سطح الأرض في الوطن العربي. مظاهر السطح أو شكل السطح اللي هي المرتفعات والمنخفضات. بيقول لي الوطن العربي بتاعنا بيتميز بأنه مظاهر السطح فيه متنوعة، ما بين ان في اعلى نقطة اسمها جبل طبقال في المغرب، دي اعلى قمة جبلية في الوطن العربي حوالي 4165 متر، وادنى نقطة يعني اقل حاجة خالص موجودة في الوطن العربي كله والعالم وهي البحر الميت في الاردن، دي حوالي 430 متر تحت مستوى سطح البحر. يبقى أنا بتكلم عن المرتفعات والمنخفضات. طب يا ترى إيه العوامل اللي شكلت سطح الأرض في الوطن العربي؟ يعني المرتفعات في الوطن العربي أو المنخفضات اللي بقول عليها مظاهر السطح اتشكلت إزاي؟ يعني بمعنى آخر عوامل تشكيل سطح الأرض. قال لي مظاهر سطح الأرض في الوطن العربي تشكلت أو اتعملت نتيجة عوامل مختلفة، في حركات التوائية وحركات انكسارية، دي عوامل باطنية يعني من جوه الأرض ذات نفسها. يبقى عندي في عوامل باطنية زي الحركات الالتوائية والحركات الانكسارية، وفي حركات خارجية زي التعرية المائية والتعرية الهوائية. طيب بيقول لي بقى الحركات الالتوائية أو الحركات الانكسارية دي شكلت إيه في مظاهر السطح في الوطن العربي؟ قال لي أنا عندي العوامل الخارجية اللي هي الحركات الالتوائية أو الحركات الانكسارية دي شكلت الجبال. يبقى الجبال في الوطن العربي تكونت أو تشكلت نتيجة حركات التوائية وحركات انكسارية. يبقى أول حاجة هتكلم عنيها في مظاهر السطح اللي هي الجبال. الجبال دي بتنقسم لنوعين، جبال التوائية وجبال انكسارية. طيب هعرف الجبال الالتوائية دي أو الجبال الانكسارية نشأت إزاي وموجودة فين؟ احنا عارفين ان انا عندي في الوطن العربي بينقسم الى جناح افريقي وجناح اسيوي. بيقول الجبال الالتوائية نشأت نتيجة حركات باطنية، حركات جوه الارض تعرضت ليها الارض، يعني حصل ثني، حصل التواء في اجزاء من باطن الارض. فده عمل لي في الجناح الافريقي جبال اطلس اهي، لو بصينا على الخريطة هلاقي جبال اطلس ديت من الحركات الالتوائية، ودي موجودة في الجناح العربي الافريقي. قال لي بقى في جبال تانية في الجناح الاسيوي اللي هي جبال زاجروس وجبال كردستان وجبال عمان. يبقى دي مجموعة من الجبال نشأت عن اللي هي الحركات ايه؟ الحركات الباطنية. طيب الجبال الانكسارية بقى دي عبارة عن ايه؟ قال لي دي حصلت نتيجة كسر في قشرة الارض، يعني في القشرة الخارجية من بره، زي ما يكون عندي مسطرة كده وكسرتها، ده بالنسبة للانكسار. لكن الالتواء زي مثلا التاني حاجة بتنيها، خرطوم مثلا بلاستيك، صلصال بتني وحرك فيه. لكن الانكسارية بيبقى شق، حصل شق أو كسر في قشرة الكرة، في قشرة سطح الأرض. طيب دي موجودة فين؟ قال لي موجودة في جبال البحر الأحمر في مصر والسودان، وفي الجناح الآسيوي اللي هي سلاسل جبال الحجاز وعسير ومرتفعات اليمن في شبه الجزيرة العربية. حاجة
معانا اللي هي الهضاب. يبقى احنا خدنا مظاهر السطح اللي هي المرتفعات اللي هي الجبال، وهناخد دلوقتي الهضاب. بيقولي الوطن العربي بتاعنا فيه هضاب كتيرة جدا، ودي أكثر مظاهر السطح انتشارا، يعني أكتر حاجة موجودة في الوطن العربي هلاقيها اللي هي الهضاب. بيقول لي انت عندك اول واحدة واخدة مساحة كبيرة جدا اللي هي هضبة الجناح الافريقي. هضاب الجناح الافريقي اول واحدة معانا اسمها هضبة افريقيا الشمالية. هضبة افريقيا الشمالية دي اكبر الظاهرات التضاريسية من حيث المساحة. طيب بيقول لي ايه دليلك على كده ان هضبة افريقيا الشمالية دي من اكبر الظاهرات اللي موجودة في الوطن العربي؟ قال لي الدليل على كده انها بتبدأ او بتمتد من ساحل البحر المتوسط في الشمال لحد جنوب ووسط افريقيا في الجنوب. ده يبقى شمالا الساحل البحر المتوسط، وفي الجنوب وسط افريقيا. طيب ومن جهة الشرق اللي بتمتد من جبال البحر الأحمر شرقا لحد ساحل المحيط الأطلنطي في الغرب. يبقى دي أول هضبة معانا اللي هي هضبة أفريقيا الشمالية، ودي موجودة في الجناح الإفريقي، وبتمتد من ساحل البحر المتوسط شمالا لحد وسط أفريقيا جنوبا، وجبال البحر الأحمر شرقا لحد ساحل المحيط الأطلنطي غربا. طيب زي ما في هضاب في الجناح الإفريقي في هضاب في الجناح الآسيوي؟ قال لي أيوة برضو في هضاب منتشرة في الجناح الآسيوي. طيب اسمها إيه؟ قال لي هاخدهم من تحت لفوق. من تحت هضبة حضرموت، وفي المنتصف هضبة نجد، وفي الشمال هضبة بادية الشام. يبقى دي هضاب الجناح الآسيوي اللي موجودة في شبه الجزيرة العربية. هضبة حضرموت في الجنوب، هضبة نجد في المنتصف، وهضبة بادية الشام في الشمال. بيقول لي برغم ان الهضاب دي ظاهرة تضاريسية إلا إن بتوجد عليها بعض الظاهرات التانية. يعني الهضاب بتحتوي على ظاهرات تضاريسية، أيوة ظاهرات تضاريسية مختلفة. زي إيه؟ قال لي عليها الواحات، وفيها أودية جافة، وفيها كثبان رملية. الواحات قال لي دي موجودة في مصر وفي ليبيا وفي الجزائر. في واحة اسمها واحة سيوة في مصر، واحة الكفرة في ليبيا، وواحة عين صالح في الجزائر. الواحات دي مهمة ليه؟ قال لي لأن بتقوم عليها حرفة الزراعة. طيب ايه سبب ان الزراعة بتنتشر في الواحات؟ قال لي اعتمادا على المياه الجوفية، وكمان بيعيش فيها بعض السكان. يبقى دي أول حاجة معانا اللي هي الواحات. تاني حاجة اللي هي اسمها الأودية الجافة. الأودية الجافة دي تكونت بفعل التعرية المائية. يعني إيه تعرية مائية؟ قال لي التعرية المائية معناها نحت الماء للصخور. المية بتنحت في الصخر وبتنقله معاها وترسبه في أماكن تانية. طيب الأودية الجافة دي مهمة؟ قال لي أيوة الأودية الجافة مهمة لأنها بتستخدم كطرق للمواصلات، أو إني أجيب من باطنها مياه جوفية. لأن الأودية الجافة كان فيها زمان جدا مياه لكنها إيه؟ جفت. قال لي عندي في وادي اسمه وادي الدواسر في السعودية. طيب أمال إيه تالت ظاهرة معانا؟ قال لي ظاهرة الكثبان الرملية، ودي تكونت بفعل التعرية الهوائية. التعرية الهوائية معناها نحت الرياح للصخور. إن الرياح بتنحت في الصخر وتفتته وتعمله حبيبات صغيرة قوي، وبعدين تنقلها
على الرياح بقى هتاخد الصخور المتفتتة دي وتنقلها من مكانها وترسبها في مكان تاني. يبقى أنا عندي بعض الظاهرات اللي موجودة، الظاهرات الجغرافية اللي موجودة على الهضاب، قلنا زي الواحات اللي بتقوم عليها الزراعة اعتمادا على المياه الجوفية وبيعيش فيها السكان، زي واحة سيوة في مصر، واحة الكفرة في ليبيا، واحة عين صالح في الجزائر. الأودية الجافة اللي اتكونت بفعل التعرية المائية، وقلنا هي مهمة عشان بستخدمها كطرق للمواصلات، أو إني أجيب منها مية جوفية من باطن الأرض زي وادي الدواسر في السعودية. الكثبان الرملية دي تكونت بفعل التعرية الهوائية زي بحر الرمال العظيم بين مصر وليبيا. وعرفنا الفرق بين التعرية المائية والتعرية الهوائية. قلنا ان التعرية المائية اللي هي نحت المية للصخر، بتفتته وتنقله وترسبه في مكان جديد. التعرية الهوائية بقى الرياح هي اللي بتنحت في الصخور وتفتتها وتنقلها وترسبها. يبقى أنا عرفت عوامل تشكيل سطح الأرض اللي هي الحركات الالتوائية والحركات الانكسارية اللي كونت الجبال. في بقى تعرية مائية وتعرية هوائية، ودي برضو من عوامل تشكيل سطح الأرض اللي هي ساعدت في تكوين الواحات والأودية الجافة والكثبان الرملية. السهول هي أحد مظاهر السطح الموجودة في الوطن العربي. السهول اللي هي إن الأرض دي أرض سهلة أقدر أمشي عليها بسهولة. طيب السهول في الوطن العربي، قال لي السهول في الوطن العربي بتنقسم إلى حاجتين: سهول فيضية وسهول ساحلية. السهول الفيضية كونتها الأنهار. ازاي؟ قال لي انها رسبت المواد اللي موجودة في المية بتاعتها، يعني شبه التعرية المائية كده، ان انا بجيب المية وانا جاي، المية بتفتت في الصخور وبتنقلها معاها وترسبها بعد كده على جانبي الانهار، وبقول عليها السهول الفيضية. ودي موجودة وعلى الخريطة اللي هو اللون الأخضر، اللي هي زي في سهل نهر النيل في مصر والسودان، وسهول نهري دجلة والفرات في العراق. السهول الفيضية دي التربة بتاعتها بيكون تربة فيضية خصبة من أخصب وأجود أنواع الأراضي. يبقى أنا أول حاجة معايا اللي هي السهول الفيضية. في بقى السهول الساحلية. السهول الساحلية دي بتكون موجودة على سواحل البحار والمحيطات. عندي سهول ساحلية مطلة على البحر المتوسط والمحيط الأطلنطي، وسهول ساحلية تانية مطلة على البحر الأحمر والخليج العربي. طب ايه اللي يفرق بين الاتنين؟ قال لي السهول الساحلية المطلة على البحر المتوسط والمحيط الأطلنطي دي سهول بتتميز بأمطارها الشتوية وكثرة سكانها، وإني أقدر أنتقل بسهولة على طول سواحلها سهلة، أقدر أمشي عليها بسهولة طول ما هي ممتدة قدامي، أقدر إن أنا ألاقيها سهلة في الانتقال. طيب سهول البحر الأحمر والخليج العربي بتتميز بإيه؟ قال لي بقى دي تربتها فقيرة أو ملحية وما فيهاش سكان كتير، بس بتتميز بإنها غنية بالثروات المعدنية اللي هي المعادن ومصادر الطاقة. عشان كده بلاقي ان معظم مصادر الطاقة البترول او الغاز الطبيعي بستخرجها من السهول المطلة على البحر الاحمر او الخليج العربي. قول لي بعد كده ان التنوع الفريد ده في مظاهر سطح الوطن العربي ده ساعد على تنوع الأنشطة الاقتصادية. بقى في ناس هتعمل
بحرفة الزراعة، ناس هتعمل بحرفة الصيد اللي موجودة على السواحل، ناس هتعمل بحرفة رعي الأغنام، استخراج المعادن، وهكذا. يبقى في علاقة بين مظاهر السطح والأنشطة الاقتصادية، إن مظاهر السطح المتنوعة في الوطن العربي ما بين جبال وهضاب وسهول بتؤثر على الأنشطة الاقتصادية. الأنشطة الاقتصادية اللي هي عمل السكان، الحرف اللي موجودة في الوطن العربي. يعني مثلا بيقول لي المناطق الجبلية بتسمح بممارسة عدد كبير من الأنشطة الاقتصادية، زي مثلا السياحة الترفيهية، التسلق والتزلج. ممكن السياح يتزلجوا على الجليد زي جبال لبنان. اللي السياح كمان هيقصدوا البحيرات المالحة للعلاج الموجودة في واحد سيوة في مصر، بحيرة عسل في جيبوتي، وكمان عشان يتمتعوا بطبيعتها الساحرة أو العلاج. قال لي كمان النشاط التعديني اللي هو استخراج المعادن ومصادر الطاقة من باطن الأرض، وخصوصا المناطق الصحراوية. يبقى الوطن العربي بيزخر، يعني بيمتلئ بالكثير من مظاهر السطح الخلابة اللي ليها أهمية اقتصادية كبيرة جدا، سواء في الواحات أو في الأودية الجافة.